سلمت نفسها ليه، وبعد ما دخلوا في علاقة غير شرعية رفض يتجوزها، فقررت تنتقم منه بأبشع طريقة بمساعدة صاحبها. في سنة 2022 فاطمة عندها 20 سنة من العراق، لكنها جت مصر من حوالي سنتين بعد ما خلصت الثانوية العامة علشان تدخل كلية طب جامعة عين شمس، وسكنت في شقة هي ومجموعة من زميلاتها العراقيين واللي طلبة زيها. فاطمة من أول يوم في الكلية وعينها جت على زميلها عباس 20 سنة عراقي الجنسية وقريبها من بعيد وبيدرس معاها في نفس الكلية من قبل سفرها لمصر. وفاطمة كانت معجبة جدا بعباس، وانتهزت فرصة انهم في بلد تانية غير بلدهم علشان تقرب من عباس وتصارحه بحبها، وبالفعل بدأت تقرب منه وتظهر له حبها واهتمامها بيه، وعباس تقبل اعجابها وحبها ليه وبادلها نفس الاهتمام مش الحب. لكنه لما لقى فاطمة بتقرب منه جدا ومستعدة تعمل اي حاجة علشان تكون جنبه ويحس بمشاعرها، قرب منها جدا لدرجة انهم دخلوا في علاقة غير شرعية. فاطمة سلمت له نفسها لأنها كانت فاكرة إنه بحبها زي ما هي حبته، لكن عباس لما لقى فاطمة مش عليها أي رقابة ومستعدة تعمل أي حاجة علشانه وعلشان بتحبه، قرر يستمر في علاقته بيها، واللي فضلت لمدة سنة كاملة. خلالها فاطمة اتعلقت جدا بعباس، أما هو فمل من علاقتها وزهق من حبها ليه وشايف إنها سهلة، وزي ما سلمته نفسها سهل تسلم نفسها لأي راجل تاني، علشان كده قرر انه يبعد عنها ويقطع علاقته بيها. بس فاطمة قالت له انها بتحبه وعملت كده علشان كانت فاكراه بيحبها وهيتجوزوا، لكن عباس قال لها انه مستحيل يتجوز واحدة رخيصة وسهلة زيها. وهنا حصل خلافات بين فاطمة وعباس، لأن فاطمة حست إن عباس ضحك عليها وخد اللي هو عايزه منها وبعد كده رماها، ولما لقت إن خلاص عباس مستحيل يرجع علاقته بيها قررت تنتقم منه بأبشع طريقة. ولأنها ما كانتش تعرف تنتقم منه لوحدها، خصوصا إن عباس قوي جسمانيا، قررت إنها تدور على أكتر شخص بينه وبين عباس خلافات. وبالفعل لقت إن عباس كان عنده خلافات مع زميل ليهم واللي في نفس الكلية، فاروق، واللي كان من نفس جنسيتهم. عباس كان مستلف من فاروق فلوس ومش عارف يرجعهم لأنه كان مبلغ مالي كبير. وقتها فاطمة كانت عارفة إن فاروق معجب بيها وحاول أكتر من مرة إنه يقرب منها، بس هي كانت بتصده، وده لأنها كانت مرتبطة وقتها عاطفيا بعباس. في نفس الوقت ده فاروق لما عرف إن فاطمة علاقتها بعباس ما بقتش زي الأول، يعني ما بيتكلموش في الكلية ولا بيخرجوا مع بعض زي الأول، فعرف إن فاطمة بعدت عن عباس، علشان كده بدأ يقرب منها. وفاطمة ما صدتوش، بالعكس دي قربت منه وطورت علاقتها بيه لحد لما فاروق اعترف لها إنه بحبها ومن زمان جدا، بس لأنه كان عارف إنها على علاقة بعباس فكان بيبعد. فاطمة كمان اعترفت له إنها لما بدأت تتكلم معاه أعجبت بيه وحبته، بس للأسف ما ينفعش علاقتهم دي تكمل. فاروق استغرب ليه فاطمة بتقول كده،